السلام عليكم. السلام عليكم أينما تواجدتم وأينما كنتم. الصداع الذي يلازم كل ما هو زملكاوي، أحوال نادي الزمالك والمدير الفني. يا جماعة المدير الفني الخواجة يانيك فيريرا، جمهور نادي الزمالك عارف ومتأكد إن هو مدير فني ضعيف، ومجلس الإدارة متأكد إن هو مدير فني ضعيف. بل المفاجأة الكبرى إن جون إدوارد نفسه تأكد إن هو مدير فني ضعيف. ولكن عشان فيريرا يمشي ويلبوا رغبة الجماهير العريضة، أول حاجة هو ليه 3 شهور ما خدش راتبه مع الجهاز المعاون بتاعه حوالي $50,000. يعني انت عاوز $150,000 وشهرين شرط جزائي، يعني انت بتتكلم عاوز $250,000. $250,000 دول انت لو ضربتهم في 50 جنيه شوف الرقم كام. انت قاعد بتعاني وبتعافر ان انت تجي تجمع 20 مليون جنيه من واحد زي هشام نصر او المهندس هشام نصر. كلنا فكرنا ان الزمالك السما مطرت عليه اموال وازماته اتحلت. يا جماعه انت محطوط دلوقتي في خانه اليك. اولا جون ادوارد اللي كان معظم الناس مفكرين وعارفين ان هو فرنسي او خواجه او غير مصري، الراجل ده لا يعترف بالفكر الفني ولا يؤمن باي مدير فن مصري. تمام؟ فهو رافض مبدا ان انت تجيب مدير فن مصري، وكان من باب اولى بقى لو هو بيامن بذلك كان ساب ايمن الرمادي بعد حصوله على كاس مصر من فريق بيراميدز بطل افريقيا. كان طبيعي ومنطقي جدا ان انت تكمل التجربه بتاعته، ولكن هو دماغه غير كده. طيب البادجت بتاعته كفلوس بقت زيرو، اللي ما حدش يعرفه ان جون ادوارد نفسه بيدفع فلوس من جيبه وبيساهم مساهمه هو كمان لنادي الزمالك. فانت هتروح تمشي يانيك فيريرا هتديله $250,000 وتتعاقد مع مدير فني عشان يبقى على هوانا او يبقى كويس؟ انت محتاج ليفل بقى 100,000 وانت طالع. طب هو هيجيبه منين؟ هيجيب منين؟ يا جماعه خلينا نتكلم كلام منطقي وعقلاني. الاهلي عامل بادجت للمدير الفني الاجنبي الجديد، عشان كده قاعد بيأجل وبيعطل في المفاوضات واتخاذ القرار لحد فتره التوقف بتاعه الدوري اللي بعدها اسبوع، وحاطط بادجت $6 مليون في العام في السنه الواحده. يعني الشهر لا يقل عن $500,000. احنا فين والناس دي فين؟ احنا فين والناس دي فين؟ فاحنا عشان نتكلم كلام عقلاني ومنطقي، انت خلاص فيريرا مكمل معاك هذا الموسم، الا اذا بقى المكنه بقى بتاعت المدعو ايمن بيك كاشف طلعت قماش. بس مش عندنا، مش عايزين قماش، احنا القماش موجود عندنا، ولكن احنا محتاجين المكنه اللي تطلع فلوس. ساعتها ممكن تقدر تظبط دنيتك، تقدر تجيب مدير فني محترم، تقدر تجيب مدير فني يليق باسم نادي الزمالك وطموحات نادي الزمالك. تقدر في الحاله دي ان تدي للعيبه اللي انا شايفها من احسن السكواد اللي موجوده في مصر وهم عناصر نادي الزمالك، تديهم فلوس. هتشوف فعلا المكنه بعدها مش هتطلع قماش، ان شاء الله هتطلع بطولات. تحياتي.